مرحبا بكم في الذكاء الاصطناعي بالدارجة. البداية كانت يوم 21 يناير 2025 ملي جا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان معاه ماسايوشي سان مؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة سوفت بانك اليابانية الاستثمارية، ولاري أليسون رجل الأعمال الأمريكي والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، وسام ألتمان المبرمج الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة أوبن اي اي اللي هي مولات شات جي بي تي. وجا ترامب وأعلن على واحد المشروع ضخم بواحد القيمة ديال نصف تريليون دولار اللي هي 500 مليار دولار باش يبنيو اكبر بنيه تحتيه للذكاء الاصطناعي في التاريخ. هذا المشروع سميتو ستارغيت، وغادي يبدا بواحد الاستثمار اولي اللي القدر ديالو 100 مليار دولار، مع خطط في المستقبل باش يمشي هذا الشيء حتى ل 500 مليار دولار كيف قلنا في هاد الربع سنين الجايه. والهدف هو الضمان ديال الهيمنه ديال الولايات المتحده الامريكيه والصداره ديالها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، خاصه مع المنافسه المتزايده واللي شفنا مؤخرا مع ديبسيك وبزاف ديال التطبيقات اخرى ديال الذكاء الاصطناعي اللي جات من الصين. طبيعه الحال، وعلاش ميريكان كتحتاج لهذه البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي؟ ميريكان بغات دير هذا المشروع حيت النماذج الذكيه المتقدمه مثل التطبيقات ديال المحادثه الاليه والانظمه اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كتحتاج واحد القدرات ديال الحوسبه هائله، يعني مراكز ديال البيانات ضخمه وشرائح الكترونيه متطوره وكميات هائله من الكهرباء وانظمه تبريد متقدمه. لهذا السبب شركات بحال اوراكل وسوفت بانك واوبن اي اي خدامين كيبنيو مراكز ديال البيانات جديده، وبداو من الولايات ديال تكساس اللي بدا فيها بالفعل تشييد واحد 10 المراكز ديال البيانات ضخمه وهائله. وبيان سور هذا الشيء غادي يكون عنده واحد التاثير على فرص العمل. هذا ستارغيت اللي قلنا هذا المشروع الضخم ديال الذكاء الاصطناعي قال لك غادي يخلق 100 الف وظيفه شغل بشكل فوري، مع توقعات بزياده هذا العدد مع التوسع والتطور ديال المشروع. واخا تشابه اللي كاين ما بين هذا المشروع ومشاريع سابقه بحال المشروع ديال فوكس كون اللي كان في 2017 واللي ما حققش الاهداف المبتغات منه، واخا هكاك الخبراء تيقولوا ان ستارغيت راه مختلف تماما على هذه المشاريع اللي كانت نقدروا نعتبروها فاشله. وعلاش هذا المشروع تنعتبروه مختلف؟ لانه تعتمد على شركات متخصصه في البيانات والذكاء الاصطناعي بحال اوراكل واوبن اي اي. ايوا دابا رجعوا الرئيس الامريكي ترامب والاهتمام ديالو بهذا المشروع. احد الاسباب الرئيسيه في الاهتمام ديال الرئيس دونالد ترامب بهذا المشروع هو المنافسه ديال الصين، واللي هي منافسه قويه وشرسه. دونالد ترامب باغي الولايات المتحده الامريكيه تبقى دائما هي المتفوقه في المجالات التكنولوجيه وخصوصا المجال ديال الذكاء الاصطناعي، وبذلك غادي يضمن التفوق ديال هذه التكنولوجي في مجالات اخرى بحال الرعايه الصحيه والامن القومي والتطور العسكري واللي هو مهم بزاف للولايات المتحده الامريكيه. وسام التمان اللي هو الرئيس التنفيذي لشركه اوبن اي اي قال انه الذكاء الاصطناعي غادي يساعد تقريبا على العلاج ديال الامراض بواحد المعدلات غير مسبوقه اللي ما عمر البشريه شافت بحالها، وعلى ان هذا المشروع غادي يعزز تصنيع الرقائق الالكترونيه المتطوره محليا في الولايات المتحده بلا ما يعتمدوا على المصانع الاجنبيه. وهذا المشروع عنده بزاف ديال التحديات لانه واحد المشروع كبير ومشروع جديد وفي اصلا في واحد المجال اللي كاع الناس كتنافس فيه اللي هو الذكاء الاصطناعي. لذلك الامريكان غادي تحتاج بزاف ديال العماله المتخصصه في المجال ديال الذكاء الاصطناعي. منين غادي تجيب هذه العماله؟ غادي تجيبها من الهند. لذلك الامريكان بغات دير بزاف ديال التسهيلات في السياسات ديال التاشيرات، وهذا الشيء نوض الصداع في الميريكان حيت غادي ياثر مباشره على العماله الامريكيه المتخصصه في الذكاء الاصطناعي وعلى سوق الشغل الامريكي بصفه عامه. وكاينين مخاوف تنظيميه لانه مشروع كبير كيف ما قلنا. لذلك الاداره الامريكيه تتخوف من بعض القوانين السابقه اللي كانت واللي تدار واللي غادي تقدر تاخر هذا المشروع. كاين بعض الناس كيقولوا ان هذا المشروع واحد المخاطره كبيره، ولكن بزاف الناس اخرين تيقولوا لهم انه هذا المشروع راه ضروري باش الميريكان تقدر تواكب هذا الذكاء الاصطناعي وتواكب سيرتو المنافسه ديال الصين. ودابا راه الميريكان خدامين تيبنيو في المراكز ديال البيانات، مما يعني ان هذا المشروع راه ماشي غير هضره، راه شي حاجه حقيقيه وكاينه على ارض الواقع. غادي نتوقعوا في المستقبل راه الا نجح هذا المخطط ديال الميريكان ونجح لهم هذا المشروع ديال ستارغيت، فراه غادي تكون واحد الثوره تكنولوجيه ضخمه اللي غادي تشمل الذكاء الاصطناعي وكاع المجالات اللي كيدوروا دابا حول الذكاء الاصطناعي بحال الرعايه الصحيه والنقل الذاتي والروبوتات وكاع هادشي اللي كنشوفوا كامل. السؤال دابا، واش كتعتقد انه مشروع ستارغيت غادي يتحقق وغادي يحقق هذا النجاح المطلوب منه، ولا غير هو دعايه للرئيس دونالد ترامب اللي كنعرفوا هو الشو ديالو؟ ايوا شاركنا الراي ديالك في التعليقات، وما تنساش الاشتراك في القناه ديالنا باش تشجعنا ونواصلوا نعطيوك احدث الاخبار عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ونعاونوا الناس اللي بغات تتعلم هذا المجال. ايوا السلام عليكم وتهلاو في راسكم.